بالعالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، سنتكلم حول أمور الزواج. سنتكلم ما حصل في السنة الثانية في السنة الثالثة من الهجرة النبوية بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحصل ما حصل بعد بدر وبعد ما ذكرنا في الجمعة الماضية. حصل 3 زيجات. سنتكلم حول هذه الزيجات التي حصل في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، فيها دروس اجتماعية، لذلك سنذكر. برايد عزيز تشتكو أنا مبيجن تشتكو تشيبو ده سالة سي هجري دا حفتا چي مقود سيحب شرعي وساكنهم چوك تشيبون پشتوی سيحب زواج تشيبون ده مدينة دا. اوان هر سه زواجه بلکه اون بیجه مجمره چه کیش خواه زوجی برا بزوجه جن آنی برا آنی جنا کمر او مشکله منه نه، فقط درس جواتیج مرهنه درس تدهنه لو ما میوانا بیجن لورا ام خو مالباتن عائله نه دردو کل ما میرو جن و فرداوی دا جن دمرن جن میر دمرن وان سیستم هانه تشتی کو پیغمبر و صحابی خود کرن می درسا جوان بگرن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلوبی و تصرفاتوی اوا صحابیان نصیحت وان چاو حال و حرکت و خبردان وان چاو چه شکلی زوجان دل که چه خودان که چات خواستن هم بحثا ممکن ان شاء الله. ما حصل من الامور الاجتماعيه 3 كله زوجات، يعني تزويج. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، زواج علي بن ابي طالب، وزواج عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة ثانية. سنتكلم حول هذه الامور الثلاثة. اولا نبدأ بعمر رضي الله عنه. عمر كان له بنت ابنها اسمها حفصة. هي كانت متزوجة ولكن زوجها مات بعد غزوة بدر فأصبحت أرملة. فعمر رضي الله عنه كأب رحيم ويحب الخير لأولاده وبناته أراد أن يزوج بنته، فعرض بنته أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان كان قد زوجته ماتت، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان قال دعني أفكر أيام، فتفكر أيام وبعد ذلك قال أنا لا أريد الزواج الآن. فقال خلاص لا تريد. ذهب إلى أبا بكر وكذلك عرض عليه قال هل تريد أن تتزوج ببنتي؟ فأبا بكر لم يقل نعم ولم يقل لا، لم يرد عليه شيئا. فعمر رضي الله عنه أصابه غضب، قال هذا لم يرد علي لا إيجابا ولا سلبا، لماذا هكذا تصرف؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي حال أبا بكر رده عليه. سنقول ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم. سيحب زواج ما قلت شيبون، يك زواج پیغمبر جنكيش قرآني، يك عثمان كرة عفان جنكيش قرآني، يك علي كرة أبو طالب زوجي فاطمة را زوجي. أما بحث عن هرت زواجه بكن. أما عمر دا دست فيكن. عمر خديجة رازي بقيزة كوي أبو نابي حفصة بو. حفصة ظلامي دمره بشتي حربا بدر ظلامي مرفقيره جنج عمره وانا ما ظنجي يعني شن دمره يعني ظلام دمره قيز كچاوي ودبيجن چه جنبي يعني بي ظلام دمينه باوكي اسلام دا امر امانه چند دقه پاشه بيجن دليب كچاوي باب كچانه بي ظلام ما هر حدا زاروك مال جيت نبيت خوازه كچا خو بزوجينه. اولا دبي ولاش عثمان را بيجم. عثمان جناوي مربو جناوي قيزا پیغمبر بو چند مبر مربو دبي عثمان تناخذ بقيزام راب زوجي وقيزام ميري ميرتنا جنبيه وتجي بيجن يعني. عثمان دبي قال سيرو كي فرصتك كده مشغول بفكرم بشكي جاز بيجم چه دسيرو درباس با عمر بيجان عثمان دبي والله اما دلم تنز بزوج ما جن ام مريا وكا بجا دلم بريندار از ناخذم زوجم دي مولاتو با خدای سلامتی بده. دچه ابو بكر راد بيجه. ابو بكر دبي والله قيزام دبي واتزاني ظلامي مرت خاصي بقيزام راب زوجي. ابو بكر ندبه ايه ندبه نا، جوابتنا اوشخات شه. عمر حاجز تبه يا دبه فيها ما تبغوتا نالو تبغوتا ناجي فقط نا ايه نا تشكي خبر نادي بوي حاجز بدل يدمنه. دشا جنب پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكاية ابو بكر كذبه والله حاله مسألة وها. عثمان قونا مفهم كل مسألة تمام نا ولكن ابو بكر نجم راگو نجم راگونا از بی عاجز منه که بيجه که پراتیکی پیگرتیه عاجزی کی پراهیه نفسه یخنا دبره مفهم نکر
دچه شکایت ابو بکرش پیغمبر رد که صلی الله علیه و سلم. اما انا تماشاك مقايجة پیغمبر چه جواب ويدا. بعدما ذهب إلى النبي واشتكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا أبا بكر بمعنى الكلمة، أما عثمان فسيتزوج امرأة أفضل من بنتك، أما بنتك ستتزوج برجل أفضل من أو خير من عثمان. بنت عمر سيتزوج برجل خير من عثمان، ولكن عثمان سيتزوج بامرأة خير من بنت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أتزوج ببنتك، إذا تريد أن تزوجني أنا طالب، أنا أحب أن أتزوج. فعمر يفرح كثيرا لأنه أصبح كما نقول صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو زوجته، فيفرح كثيرا وينسى حزنه. وكذلك يعرض بنته على عثمان حتى يتزوج ببنته الأخرى أم كلثوم بعد موت رقية. فيأتي أبا بكر إلى عمر ويقول يا عمر لعلك قد وجدت علي، يعني قد أصبحت غضبانا شوية علي. يقول نعم. قال لم يمنعني من الجواب عليك إلا أني سمعت النبي يذكر بنتك فلم أحب أن أفشي سره، كان سر بين النبي وبيني فلم أقل نعم ولا لا حتى لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب مني. فيقول خلاص انتهى الأمر. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنت عمر رضي الله عنه وانتهى هذا المشكلة. عمر شو قو پیغمبر قو اسمه عمر قوها قو مراقنك پیغمبر چقا انسان کی محترم لو، چقا انسان کی دلی نره، چقا انسان کی حساس. ام كردي صابين حساس يعني دلطانك شعور انسان فهمت كلو ام جانا واخفتنك لسرچعه يكيت خنا قحري جهنم يكر دلي تانك يعني دلي بالك بشكي عيبه بكلمان نقشه ابي اجبابك يا كچ ظلامي كچه مريه كچابيه فقير الغربت نتخوازا ظلامك بدنا پیغمبر بعس عمر بها بقد مراقنك كچاته ابظلامك عثمان چهتر رب زوجت مراقنك يا كده چهتر رب زوجه لدبي عثمان جي ابي كرا بزوجش كتا قيزاته چهتر يعني ها يا جبير بانك دبي از قيزا خودم عثمان قيزا پیغمبر هر قيزه پیغمبر قدر و قيمت يعني و دبي از قيزاته رب زوجه بتبخاسي قيزا خودم من پیغمبر جو عثمان خيرتر يعني بفي شكله حضرت عمر دلي وير حتى يعني كيف هايته كوا پیغمبر قيمته داي كي حب دبي حال بكي قيزاي پر خاشق جنبوها قيزا خلات گو كچا من گو زماني خل پیغمبر دريج نكي ولات پر خاشق نني او كنو تشتكى او كنو خارق العاده جنيني سلطانك الدنيا جنيني اجبر خاطري من پیغمبر تحملاتك كيف پیغمبر عاجز لك يعني بابا كي او كنو وجد ميراني ياخذ كر يعني شكاچا اخر صادقو پیغمبر عليه الصلاه والسلام قيزا حضرت عمر زوجه و پیغمبر كچا خدا حضرت عثمان ما انا بحث وجي بكن لأبو بكر زانك عمر جي عاجز بيه تي عمر بهذا بهر عادات من عاجز بو نوزود بيولز عاجز بو تنقو ايه تنقو نادلي من ما تجاوبه مبدا دبي سببكم جوابه تندا پیغمبر جاركي خواست جا من خبر دا مثلا قيزة تفكر يعني و نزاك كچا خو يبدا من ندم از بزوجم نزوجم سركي پیغمبر بو مصري پیغمبر نکار بشتره وطلو ما من دنگي خو نكر يعني وكاكو دنگ ناتيا من خبر ده بقول أنا إيه تشتكي دي فرداوي ده خوش ندبو مقدنجي خنا كرجبونه كو سر پیغمبر آشکارا نبه ایرو ام لکنه سر انسان لکنه یک ته سر کی مراد بجه سر وزانی چن هم لیت خبردان بشارتی كان فرصت ناقف لام بجن تي بلا من هاته تشتكي وها قوتو تهديدها تهديد كن كابرا دناوا ملات ده رقصر شعبي خن روس مصري خوش ترى قوتيه لوما دي اسلام ده عالم جمرة دبيجن سر تبرا دقالتا حتى قبراتا ولا سر خوش كيرا جو تدبي اسيري وي انساني كي دبا برابه تسر خوش بابي خراج بري خراج جنا خراج تشكيرا بيج اسيري وي بلكي او قصا ظلام در نكت بلكي او قصا ظلام نبه لهيك ظلام هنا كلمه كي بعربي بحسمان كدبي صدور الاحرار قبور الاسرار صدور صدر يعني دل انسان مير احرار انسان ميرها كردي كده مير انسان خادي اصل دبي انسان خادي اصل سنجوان قبرستان السرايا قبر تديم بجم مازال جور كاسكينات امرياش قبر درناخه يعني تابت خلاص هذا شارتن او قصا تشتكي مهم وتشتكي مهم ابو بكر لما بيسر هاني بشرط
أمر آخر حول عرض عمر رضي الله عنه بنته على عثمان. أيها الإخوة، الإسلام هكذا يأمرنا. الإسلام يأمر الآباء والأمهات أن يبحثوا لأبنائهم وبناتهم عن زوج، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. يقول كل الرجل الفلاني فلان عنده بنت، فلان عنده ابن، لعله يطلب. هذا لا حياء فيه، بالعكس هذا أمر مطلوب. نحن على قيد الحياة، فمن الأفضل أن نبحث لبناتنا كذلك عن الأزواج. نحن نبحث دائما لأبنائنا عن الأزواج، ولكن لبناتنا عن الأزواج نحن لا نبحث. هذا خطأ. ولكن ما قام به سيدنا عمر وكذلك ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، ونفهم بأنه على الآباء أن يبحثوا إما مباشرة أو بشكل غير مباشر، يجعل رجلا وسيطا، يا أخي قل هناك بنت هكذا هكذا وهناك ولد هكذا هكذا، ربما لا يعرف حتى يسمع حتى نزوجهم. هذا لا حياء فيه، بالعكس هذا شيء مطلوب. ولكن هذا الأمر المطلوب أصبح الآن شيئا معيبا، الناس يعيبون كيف تفعل هكذا، لا يوجد عندك غيرة شيطانية. هذا كلام غير صحيح. الإسلام يأمرنا بعكس هذا. تشتكي درسك مهم. تدي عمر شو عمر بغيرت بو کس که زن نکوان صحابیا بغیرت بون، یعنی بلکی رو قراتیا خود کنه ادمی ام کرد پر بغیرتن، ظلامه بی وقتش ما پر بغیرت تر بون، یعنی زیاده تر بون. مثلا یک جوان صحابیا سعد کره ابی وقاص دبی اگر که جنکی طلاق بده، یکی دی جنه رو بچونه بگوت ادخوازم جنه را بزوجه ویجی قبول ندکر. اسلام ویاج قبول نکرد، نراسته. ولكن پر یا غیرت های بو ملتي أقربوا يدبن يا رسول الله والله دمك سعد جنكي برده يك نوير هراوي جني بخوازجي اشتر صاوي دبي جاركي أبجي من مرة زوجي قريب طلاق ده أبدا بس قبولناكم دنيا خرات كسري واندا غيرت هبو. ورح أصلي كلام عمر رضي الله عنه وشوش عثمان راقو، يعني يرو أبعدته عن النبى مدتنا شخصي كي قرابة جيكي رابجا والله كتشا من هيت ناخذي براب زوجي يا جي بيجا جا فلان كجا فلان كسر بيجا والله كتشا فلان كس هي بركي اجرا بيجا فهمناك يا جي بيجا قي حاشا كتشا من عيباوي هيت أستي مدام هي تخازت اخ أستي ما ملت ما افجالتي نو مد حاكم يحال بوكي صحابي پیغمبر في تشتهد كرنو صحابي خليفه دو عمر رضي الله عنه بشتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام عثمان اقورس قيزا خبدمته يعني قيزا خبدمته تشتكي پر باشك وباف دايك چاوك امجلاي خورا لبوكات گرن امجلكاتشي خورا جز الظلامكي بگرن چنديك ام الحياتنا اجا معلا سب ايرو بلاك ام بچكي جاهل بونه يكي خبر كي بشنا بجا كچامتنا خاص اجلاي خورا عود قد ناموسات نمايه قد غيرتات نمايه واخ 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 دنيا سري دخرات كن حيبه يا تشتي نراستن تشتي اسلامج مراد بيجا چته روبرو بيجي چته جاكرا گو تعرف خير اخ بيجا ابيا انسانك وهابك غير مرة بيجا عفرم اشترى عفرم لو را انسانك دمكي خدي شرفه خدي ناموسه خير كچا خود خوازه دبي چندي الحياه ما تخوازم كچام بزوج از شعب خود بدينم از بمرم فقير ابتني بمينه اما مع الاسف ايرو انسان ميك وهات كملت به فديا يتنا حياه يتنا تماشا كچا واكريه ابيا بدنا عليكي ابي كوفي تشتهانه كير غير عيني مرض هر سر وان ماش که دست وان ماش که بجا اون پر انسان به ناموسه شرفه به اخلاقه به تربیته اون خواستن که چه وجه ورن زوجاندن که چه ول میدان نمینن ابي تشتكي اخلاقيه يعني اجا مع الاسف نظام ملت دبي عيب يكي قراب بجا كچمن ويرزيل رسوات كنت من سر دارتي نخوري ابي اجي عيبه كماس نگره اب اخلاق يعني تنبه ايرو پیدا تشتكي وها چيبو وجد كارج ملت را بيجن ياش يكيش ورا گوب چابكي خراب تماشا نكن نبي حق ناموستك ما قي شرفتنا نا وانا مساله شرف ان ابي مساله ايمان واخلاق وقرأوا بيجن عفر مشترى تشتكي قلت بيروسي ميراني كيتكي وفي انسان هاني قرأ ما ربش بيبقى اليكاري يجبون رب العالمين ظلامك باش يا تشتكي باش بكنسيبي بكتشاني. امر اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربما في المستقبل قد نتكلم النبي تزوج بأكثر من واحدة 8 9 كذا. مختصر الأمر هناك من يتطاول في الزواج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليهم أن يعلموا زواج النبي كان بإذن من الله عز وجل. أولا الله سمح وبعد ذلك الله قال يكفي إلى هنا.
الذي يبيحه الله عز وجل. الرسول كان رئيس دولة وكان نبي وكان مرشد وكان داعي وكان قدوة. صفات ما يجب في الإنسان أن يجتمع في جميع القادة كلها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الآن نحن نرى نقول هناك وزير المالية، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الأسرة، رئيس الجمهورية، قائد الأركان، كله كان النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الله جميع المسؤوليات فيه، فسمح له بأن يقوم ببعض الأمور لم يسمح لغيره، فأباح الله للنبي بأن يتزوج بأكثر من واحدة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم شهوة، كلها مسؤولية لإرشاد قوم، لرحمة على قوم، إكراما لامرأة، إكراما لأب، كل أمور مثل هذا كان زواج خير ودعوة وإرشاد وإصلاح. نفهم هذا ونضعه على جنب إن شاء الله. سر مسألة زواج پیغمبر زیده جنه که پیغمبر حش نیحب جنوی هبو جارنا هنکی جاهل ما زمان خود رشت کن و کافر بریا ما کافر زمان خود رشت کن تخوازم بکن عیبکش پیغمبر را خیره وی قیزی را زوجی، وی جن اختیار را زوجی، وی را زوجی بریا هر تشتی پیغمبر خدا دبی من ایزنت دایه حتی چند حب جنا پشته کوانی داوی خدا دبیجه آجویا زیتر تمامه دی تنکاری بزوجی دفتره وی دگره ایدی. زواج پیغمبر زواج کیف و شهوت نبود یا زانبن. پیغمبر بو مازن دولت بو، مازن عسکر بو، مازن مالبات بو، ور حاصل بکردید بجن بانگواز یعنی مرلت ارشاد اسلامیت کرد. وانا تف پیغمبر دهات بون، وانا تف صفات پیغمبر دابون. جن هبو پیغمبر پیرا زوجش بون قومی به مسلمان، تف بون مسلمان دگو پیغمبر به زاویه من به مسلمان. جن هبو قومی بون اسیر، دشار کربون اسیر بون. پیغمبر پیرا زوجی قیزا عشیره قیزا مازن بو صحابیات گو مال خزوله پیغمبر عیب نه اسیر بنده سمدا توکا برددان بصدا لومد بجن فلان جن پیغمبر دبل جن کی پر برکت بوش بونه خاطری وی قومی تبج اسارتی در کوله بون تبو سربست جن هبو پر قدر و قیمت بو ظلامی مربو پیغمبر قیمت داوی جنانه دگو برا بچوک نبه یعنی مثلا قیزا ابو سفیان ناوی ام حبیبه بنه باوی مازن مکه زنگین مکه اویل همبر باوی خود درکت گوازد به مسلمان ظلام خود چو حبشه ظلامی لوی خرفی وجدین درکت افجنا هانه باو فلای مازن مکهش باوی خود گوازالی تدا نایمه کالا اقبو افجنا هانه او ساکنت کولاند کچا داب مینه بی خواهی مینه پیغم خبرشان گوهر از خوازم پیرا بزوجم نجاشی مازن حبشه نکاح حویل پیغمبر چیکر پیغمبر گو وکالت قیمت داوی جناهانه یعنی ور حاسب تفکی زواج پیغمبر جبون مسلک اخلاقی اسلامی انسانی رحمت شفقت قدر و قیمت دایه که بشکل کی لازم بود. جن پیغمبر گنج هبون یا خودش ورازی گلک جارا امام مزگفت تا گنج عمر یوم 20-25 شخصی که عمری 5 به عیب گراجه سوال که از به عیب نظر مش امام عمری 20 سالش کی سوال بکن بلکه جمعه اگو خالو کالو عمره تا 5 سال تهیجا نزانی دسمش گری عیب گراجه سوال که ایجن مسلمان هبون گنج بون 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال هرن جنك اختیار سوال بکن عیب کن چه بکن احتیاج هبو که جنك پیغمبر گنج هبه جحالا فهم بکش درد ملت فهم که پیغمبر معایشه را زوجی هم بعقل بو جهاتی بو فهمات اشتاد کرد جن دهاتن سوال خجید کرد وی سوالش پیغمبر کرد جواب آوان داد یعنی هر یکی جمونه خدمت یکی جمونه فایده که انسانی و اسلامی بو پیغمبر تکس کرا جبونه کیفش بونه لذت نزوجی جن پیغمبر پیرا زوجی یک خارج عایشه خارج توکی بیمیر بون جنبی بون هم بین جن بیمیر بون یعنی یا کی حش حب نه حب جن بیمیر رات زوجه یعنی هنکی جوان زاروکی وان هبون یعنی ایرو تعرف جنة كرابيجة الساحب زاروكي هبن تي خدمت اوان زاروكي انا يجب كي تنش بونه كيف زوجي تخكريا قربان اوان هدي تي مصرف اوان كي خدمت جوان رابكي ورحاسن زواجا پیغمبر زواجا كيف ولذت نبو ابيان بدن عليك و خدا اذن پیغمبر دا و سیستم زواجا پیغمبر جي نه ان نورمال بو يعني كي تشتي خاص بو كما مازنك دولتك ايرو هنكي تشتات كن هر کس نکار مازن دولت هنكي تشتات کار ابك خدا جي في حق دابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم. زواج سيدنا عثمان رضي الله عنه كما نعلم مات زوجته ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من غزوة بدر فبقت ربما كم شهر بلا زوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه وقال أريد أن أزوجك بنتي وكذلك بنته كانت مطلقة
أم كلثوم كانت تحت ابن من أبناء أبا لهب، فبعد الإسلام طلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد ولم يطلبها طوال هذه السنوات، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم على عثمان وقال سأزوجك إياه، فزوجه. وكذلك هي ماتت في سنة 9 من الهجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي لعثمان لو كان لنا بنت أخرى كذلك لزوجتكها، ولكن لم يبقى عندي بنت. فهو كان صهرا محترما والرسول يحبه وهو وفي مع النبي ومع بناته، فالرسول صلى الله عليه وسلم زوجه. ولكن أحيانا الذي يموت زوجته الناس لا يحب أن يزوجوه، هذا كذلك شيء لا يليق. سنة الله في الكون، قد يموت أحد الأطراف قبل الأخرى، يبقى الآخر هكذا عازفا، فعلينا أن نزوجه ولا نهمله. زواج حضرت عثمان بقيزة پیغمبر وانتظانم يقول حرب بدر قدية پیغمبر کت مدینه نهرت مسلمان سر قبرستانه تنه کیه رقیه قیزا پیغمبر رحمت کردی پیغمبر جالی کدا کیف کرد جالی کدا قیزای مر باف بود دلیم شوتی ولكن هناك ما جو عثمان اقو عثمان ولا قیزا کامنا دنیت خوازم يبدم تدبيرا بزوجي نافي ام كلثوم بو اوجي بمير بو ام كلثوم ورقیه پیغمبر وان دابو لای ابو لهب پشت پیغمبری پیغمبر راحت ابو لهب وكان جاميرا صابج وكان جاميرا وكاتش محمد بردن جمرة نلازم وار حاصل قبرا عدتك إنسان يقابا قيز مالا مرفاده هبن بابي قيزا باف پشت كل قيزا نكارا در وعيش بك تقرا خدمته بكي تماشي وان بكي قبرا كاتش هر مالا يسر شعبي بكردي هر سر شعبي يعني برا محمد بشاخ ندينه برا هاد مالا خدا با يعني وجا آريك دا خدي حضرت عثمان شان قيزا كبر اكما ام كلثوم ما ام كلثوم نزوجي فقيره خدمتها پیغمبر جي که لو راجنا پیغمبر دنجي خديجه وفات كر پیغمبر بيجن ما بو وانا خدمتها باب خود كرن حتى كو رقيه مر پیغمبر گو عثمان گو خازم خيزا خودمته عثمان کو سر چعبا پر زوجي دبردا كيماني كما انسان هي بلكي نوا كردا دا شخص كي ظلام جناوي دمره ملت بجا عيبت هري بزوجي غره سالكي 2 سال 3 سال درباس بتجاري بزوجي عيبه مرد اسلام دا روج سکنج مرارتنن اوه جنه هي جن وقتی که میری دمره چارمه ها که بحمله به حتی زاروکی خود اینه یعنی حدود ای سکنه جنه ام بجن عدت جرا فقط ای میر عدت جرا تنه میره کی جنه دمره پشت مکی دماد بیاد خوازم جنه کی بینم بریه هر کسی زاروکی بنه یاری بی تو جنه کی بینه توش خوازانی هذا زاروکی خو اقناع کر مال خزوری توش خواز جنه کی بینه توش خوازانی که چه میر جمره جن لازمه ور حاصل تشتكي إنسانين نبيها براسي نراسه مير محتاج زواج نبيها بزانبن يعني مير نوك جناية دواري هندر جن قاوك جناية كيت نبي بشتاوي شكاندية مالاي خرابية يعني نبيها جبير بانكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام نقو عثمان قال حتى 3 صلاة بستقني البيغمبر شكر پیغمبر قواشتاز قيزا خدمته يعني هاشتا هاتني مثلا نوا كرده دا جانا وها چه دبه كچكي دمره مالا باوی که چه دوی ولی کچ کادیت بخوازیم کچ خیادی بدنته یعنی زوج جانا ساکنو زاروکی خوشکاک مریم بجن ابچوک هنه خوشکاک قدی پر زوجه یعنی نورماله گاوا که بجی راضی بونه به مجبوری ناراضی بونه به تشتکی عیب نخوشه اما مع الاسف نوا مدا بی عیب چه هاری بزوجی گره ساله تبخده گره 2 سال تبخده فقیرو 3 سالش قدر چه زوجه مال خزوری که بد بنهاری واد بتا چوا چی حیرا مالا وافا قیزا و امیر شو حزورا خدا حقي بهز بزوجه بيرانا يرتيدكن أبي تشتكي راسنا يعني نأتي إلى الأخيرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 حوالي 20 ولدت قبل البعث ب5 سنوات يعني 18 حوالي 20 سنة فبعض العلماء يقول ذهب بعض الصحابة وطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم فردهم النبي ردا جميلا قال لا ولكن بعض الروايات يقول عمر وبعضهم يقول امرأة من أقارب سيدنا علي قال لعلي لماذا لا تذهب وتطلب فاطمة بنت النبي هو يقول هل سيعطيني يقول لا اذهب سيعطيك ذهب بعض الأشخاص إلى النبي فردهم النبي ردا جميلا فيذهب علي هو يقول ذهبت إلى النبي وجلست بين يديه فيقول قال النبي ماذا تريد يا علي يقول حياء لم أستطيع أن أتكلم
وقفت هكذا، ماذا تريد؟ لا يستطيع أن يتكلم. فالنبي يفهم، يقول لعلك أتيت وتطلب فاطمة؟ يقول نعم. يقول على بركة الله، خلاص على بركة الله، معناه أنا أعطيت. فهو حينما يأتي فيسأله يقول ماذا كان الجواب؟ يقول أظن لا يعطي، قال على بركة الله. فيقول ما إذا قال على بركة الله إذن سيعطيك بنته. فيطمئن، وبعد ذلك يبدأ مراسم الزواج، سنتكلم. فاطمه قیزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قیزا و بچوک اوا شیرین پیغمبر جه حست کرد، پیغمبر جه راد گو دیا باوی خو، دیا باوی خو، یعنی تدی باون دیا مروت مردان بساکنات بشه. حتی دبی وقت بجا رحی پیغمبر و خدیجه تدا گشته بوهم او قصا شیرین بوشی او بچوک بوشی. پیغمبر پر جه حست کرد. وقت اوی زواجی ها پیغمبر جنی هات عایشه هات و زوجی روزاوی هات ایجا گره فاطمه بزوجه بری اوی کس که ندگم تخوازه بزوجه دگو فاطمه جو خدمت باوی خود که یعنی جنتنن. هناك بنت صيحة صحابية مازن تشونش پیغمبر قوتن پیغمبر بشكل كي نازك قلنا يعني بشكل كي قلنا أنا دا كبر من الدليل كتشامتنا بردا ويدا هيك كتاب بجن حضرتي عمر هيك بجن حبك جنة كأقرباء حضرتي علي. يا قلت علي تشمنا شي فاطمة ناخذ، يا قلت ما كان پیغمبر نادمنا، يا قلت يا واي خلقي شي خوستي پیغمبر ندايون هرا يبدته. حضرتي علي دبي از هاتم جنب پیغمبر رونشتم ازات ما قيزه بخازم ها دبي از رونشتم پیغمبر گو علی خیرت چه ما هاتی دبي من نکار و دبي خوبك مش حياء فدي كر دبي ونبو سكني علی خیرت چه ما هاتی ما سكناتي فديت که خبر ده يعني پیغمبر علی و ازات ما قيزه تخوازم کس که ناچ نبي قيزه باف چش مرور قيزه تخوازه يعني پیغمبر فهمت که پیغمبر با عقل زانای رب العالمین دده که دبي هر حالت هاتي تخوازيد فاطمه را بزوجينه و دبي بلي والله قصه يعني دبي بد فقيره دبي برا بخير به يعني برا بخير به عربي دبي على بركه الله برا بخير به. وحضرت علي راتبته دبي چاو تقيزه خواز دبي والله مخواز دبي كاك ندام دبي جو على برا بخير به جو بخير به يعني دايته مرق انك پیغمبر دايته ور حاصله كلام حضرت علي قيزه ويتخوازه امي انا اجا كان تشتري بيجن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يناديه في حضور بعض الصحابة يشهد بعض كبار الصحابة من المهاجرين وبعض الكبار من الأنصار على هذا الزواج احتراما لهم وكذلك احتراما لهذا الزواج المبارك. أبا بكر وعمر وكذلك كبار الصحابة من أهل المدينة. فيقول يا علي هل يوجد عندك مهر؟ علي يقول لا يوجد عندي شيء أنا فقير مفلس. يقول كان عندك درع ما يلبسه المحارب في الحرب؟ يقول نعم. يقول اذهب بيعها واتيني بفلوسه. يذهب علي حتى يبيع فيلتقي به عثمان رضي الله سيدنا عثمان. يقول ماذا تريد؟ يقول اريد ان ابيع هذا حتى اعمل مصاريف الزواج. يقول انا اشتري. عثمان يشتري منه وبعد ذلك يعطيه الفلوس حق الدرع ويهديه الدرع مرة اخرى. الرجال كبار يعني هكذا يهديه كذلك الدرع ويأتي بالدرع وبالمال إلى النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بعض الصحابة منهم أبا بكر سلمان الفارسي يقول اذهبوا واعملوا المصاريف هكذا أبو بكر مسؤولكم الكبير اشتروا الأغراض أمور الزواج. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز بنته زواجا خفيفا سهلا لا مصاريف ولا تكاليف فيها. إجا وقت نكاح تي پیغمبر بانين كي صحابي مازن که ابو بكر وعمر بكردي بجن گراگر ابي مازن يعني مازن مكيك صحابي قاتنا مهاجر ومازن انصار ابي گراگر وان بيور از قيزا خو بزوجينم پیغمبر بي علي كا از بزوجينم مهرته بريته هيتنا بولس فقيرم تشكيمتنا مفلسم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وكان زنگين نبونا فقير وانتشكي وانت نبو. پیغمبر بي علي حبك جليتي حربيه ابو درع جراد بجن ايك مره خد كدبي والله هي دبي قاصقه شتكج قيمتها ويش ندبي هرا بفروشه بريبينه هرا بفروشه بريبينه قالت جناقو حاضر كي مصرف لازم لحيفك يب عليفك يد وشك تشتي ساكينه. پیغمبر جي فقيره علي جلي خد كد او زرخم بيجن زرخ بكردي زرخ ياخد باك بفروشه عثمان راستي بتي حضرت عثمان بي علي شد كد بيت دفروش مزوجم دبي اتستينم دستينه بريد ذيك ودوي ازفيا جار كادي هديه تاتك زرخيتاج هديه تاتك بني دانات بجن عثمان وعلي ناري هبون نظام تشي او قصا محترم بو بنيت اصل جيراتنا ها عثمان فرد ديك جدستينا جار كادي دوي افياجي هديتكم ددمته هديته زواج اف تميري دبي شكون فيها جمرانه لازم هذا ني حربي ما ميري حربي علي افياجي لاقي علي برافياج علي رابن او يد ديك اي كيف فايتي
حضرت علي قد فياج بير واناك يعني انسانك محترم وافياج في ظلامتي انا تقلبي كر شيء ده پیغمبر والله حالو مساله که واکر مزرخ خوش يعني بري خوش يعني پیغمبر بان ابو بکر و سه چهار حب صحابي کش تجارت فهمت کنه اینکه جنا راجی دبی و نهر مصرف قیزام بک جنا پیغمبر تنه يعني جنا کو قیزا و بزوجینه جنا كان جب تشوك العمر فاطمه دنا يعني وكاين يعني عائشه وخديجه بلكي عمره هناك عفوا عائشه وفاطمه عمره هناك هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورحاصل كلام ابو بكر دبيت تشفي برافانا تشتا وقت سان تشتا شور بكن تقرار بدا جباشه نباشه ارزانه بهای تجارت فهمت کرن في شكل مال قيزا خو حاضر تك وقيزا خود زوجان ده نقطه بشوف معنا مواجه بيجن وبقدينن طبعا انتهى الزواج ولكن حمزه كان موجودا عمو النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم بان علي فقير يشتري كبشا ويذبحه وهناك روايات يقول كذلك سعد من الصحابه كذلك ويشتري شاة ويطبخ ويعزم الكبار يقول تعالوا هذا حفل زفاف علي رضي الله عنه هكذا العم من جهة وأحد الصحابة من جهة أخرى فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أمر مهم ينصحهما به فيقول لعلي معنى الكلمة الأمور الخارجية بيدك أنت تتصرف وتخدم في الخارج وزوجتك تعمل في المنزل توزع العمل بينكم أحدكم في الخارج والأخرى في الداخل هكذا تخففان عن بعضكما لا علي يشتغل في الخارج وفي الداخل ولا فاطمة يشتغل في الخارج والداخل يحمل حملين أحدهما في الداخل والأخرى في الخارج فهكذا نصحهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش سعيدين كريمين ورزقهم الله عدة أطفال 3 و4 ورزقهم الله حسن وحسين سبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقت أخو زواجات إجا وقت دعواتهم كتبين دعوات أخو يعني حضرتي حمزة إجا الحياة بو أبي حضرتي عليا حبكي برانكي صان وزانين برانكي صان ودبين حبكي صحابية دنج مدينة أو جوان سعدة وان مشهور هون أو جي حبكي حيوانك تينا شرجت كن خارنكي تشيت كن بان ملتت كن دبي ورا علي زوجية فقيرة مالكاريا يبكن بري وقصا احترامها بوالكاريا هفتكرن دعوة علي كرن علي شو مالاخو پیغمبر داوی چون نصیحت کا زیرین الوان کرد پیغمبر جوانا گو علیه الصلاة والسلام علی فاطمه علی کار در وقت بکه فاطمه کار مالت بکه برابر و سبک به تو کار خوی در بکه خدمت در و عیش به چد به فاطمه تجی مال خوار و نام چه به بکه باره و به شکل سبک به گوا کو میر در و کار بکه مال کال بکه زحمته جن در و کار بکه و هندر کار بکه زحمته فاطمه تی کار مال بکی علی تیاری کار در و بکه به شکل هانجی چند ساله به هفرمان پرنمان فاطمه پشت پیغمبر بشش ماه وفات کرد لیدوان ساله آنه ده خدا عز و جل 3-4 زاروک داوان حسن و حسین و زینب و آنها زاروکی بیبون حتی پیغمبر پر جوانجی حست کرد و ام جوانات بجن سبط پیغمبر یعنی تورن نبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر پر جوانجی حست کرد و آنها سر ملی خود هات المجد و آنها سر ملی خود تورنی و زاروک پیغمبر نمابون تورن تکش فاطمه ذریت پیغمبر درج بون خدا عز وجل جوان تبا راضي به إن شاء الله ورب عالمه مجيب كإنسان صالح وكون إن شاء الله إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.